عند وزير العدل، القرار عند النائب العام. احنا هنسيب الناس دي برضه ياخدوا، يعني ياخدوا. هو كم حد مقبوض عليه دلوقتي؟ تقريبا كان 73 مقبوض عليهم 73 واحد. واحنا برضو بنقول لحضرتك النهارده ان لازم عشان ما يبقاش في احتقان، ما يبقاش في احتقان زي والعدد يزيد تاني سواء من هنا او من هنا وتحصل مشاكل. احنا بنقول نهدي الامور. يا ريت يكون في ارض محايده لهذه المحاكمه. يعني شوف حضرتك المباراه انتهت اهي. كده نزلوا بقى بعد ما كانوا خلاص مفيش حد من الامن واقف. مفيش حد اهو، مفيش حد. طبعا كل ده كيره بقى على جماهير النادي الايه؟ الاهلي. حصل الاشتباك مع الاشتباك ده النور اتطفى، مع النور اللي اتطفى حصل ضرب، الكلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى برضه اكيد هي ربنا اسمه الحق اصلا. ربنا سبحانه اسمه الحق بصراحه. كل ده هيبان في التحقيقات. هو ده اللي احنا عايزينه، ان الحقيقه تبان. بس المهم اكيد كل ده هيبان في التحقيقات، اكيد هيحصل كده. طب ايه سير ايه سير التحقيقات دلوقتي كابتن طارق؟ يعني هل مطلع عليها بتتابعها؟ عارف سير التحقيقات دلوقتي وصل لحد فين مع الشباب في بورسعيد؟ لا هي دلوقتي حاليا واللي اتمسك عليهم اتمسكوا دول، يعني هل في ادله ادانه؟ في اتهامات كتيره، في اتهامات محطوطه لهم، اتهامات كتيره. في محامين دلوقتي، في مكتب محامين بيتابعهم بقياده الاستاذ صفوت عبد الحميد، في الاستاذ عاطف المناوي المستشار برضه المحامي برضه بيتابع برضه القضيه. والقضيه دلوقتي حاليا طبعا اكيد اتصورت هم اطلعوا عليها، لان القضيه من 722 ورقه بس، مش 10000 ولا 20000 زي ما بعض الاعلاميين بيقعدوا يهولوا ويتكلموا ويقولوا في الخمر يا ليل. طبعا الكلام ده مش مظبوط. هي 722 ورقه وغير سيديهات وغير حاجات واحراز. فكل ده طبعا في الجنايات طبعا هيبقى في جلسه لفك الاحراز وكل حاجه هتبان. يعني في كاميرات 33 كاميرا مصوره حاجات كتيره جدا. كل ده مع فك الاحراز هيبان حاجات كتيره جدا، هيبان المظلوم وهيبان الظالم. واحنا بنتمنى بس النهارده ان الحقيقه تبان في اسرع وقت. يعني شوف حضرتك ادي بقيه الفيديو، انا عايز اعرف العساكر ديت واقفه. شوف حضرتك العساكر واقفه ما بتحوش حد، ما بتحوش حد من اللي بيعدي. يعني شايفه مفيش حد بيحشوه. خلاص زي ما قلنا بقى اختلط الحال بالنابل خلاص. يعني فكل يعني الامور خرجت بره السيطره. بعدين شوفوا مجموعه ثانيه بتيجي رايحه فين؟ رايحه ناحيه اوضه اللبس بتاعت النادي المصري، ومجموعه ثانيه بتجري في الملعب، وعيال صغيره بيجروا. كريمه كان له ظروف وماتش. وشوفوا بقى هنا، شوفوا المنظر ده. مين بقى ده احمد ادريس ده اللي ضرب الباراشوت ده. يا ريت المخرج يرجع الصوره دي تاني. واخد بال حضرتك؟ يا ريته بعد اذنه بس نستسمحه انه يرجع الصوره دي مره ثانيه. الشوط اللي فات يعني بتاع اللي اسمه الصاروخ اللي بيتضرب ده او الباراشوت ده ولا ما اعرفش اسمه ايه اللي هم بيضربوه ده. بص حضرتك اهو ده مين؟ ده احمد ادريس اهو، وده واحد اسمه عبدنيو تقريبا. دول بتوع الاهلي، الكابو بتوع الاهلي. ده اللي اتضرب ده اصاب طفل صغير وعمل له عاهه مستديمه، وده مطلوبين ضبط واحضار. النهارده دول قاعدين في شارع رمسيس 24 ساعه. ليه ما تنفذش عليهم ضبط واحضار لغايه النهارده؟ ما هو هنا بقى خياره الفقوس. لذلك لازم يبقى في عدل. فين العدل؟ النهارده انتوا طلعتوا ضبط واحضار مجموعه كبيره جدا اتقبض عليهم. دول ليه مش قادرين تقبضوا عليهم وتحققوا معاهم وتشوفوا لو هم ما عملوش حاجه يخرجوا، لو ادانوا او اصابوا او عملوا مشكله يتحابسوا للناس المحبوسين. طبعا لان انا ما اعرفش اذا كانت مسكوا او اتقبض عليهم او لا او تم تحقيق معاهم، فانا ما اقدرش ارد بصراحه. لا اكيد طبعا موجودين بره. اكيد موجودين بره. لا يعني هو احنا يعني تحديدا برضه ما احنا نقدرش عايزين بس يعني نرجع تاني للصراحه للنظام اللي احنا بنقوله، او انه القانون احنا برضه القانون هياخد مجراه. واحنا برضو بنأكد تاني انه القضاء القضاء هيقول كلمه. خلاص احنا كده يبقى الموضوع. ما هو لازم. طيب خلينا نتكلم. احنا اثرنا النقطه المهمه يا استاذ طارق اللي حضرتك اتكلمت فيها، هي ان يعني اعاده النظر في مقر المحاكمه، ودي كانت نقطه مهمه. لكن خلينا نبص بشكل ايجابي كمان للمرحله الجايه زي ما كابتن مصطفى قال. القضاء نسيب مسار القضاء لاتجاهاته. احنا عايزين. بص حضرتك انا بس عايز اقول حاجه. هي على اساس ان القضيه بتنظر في المحكمه، بنشكك. بتنظر الان امام النيابه وامام القضاء، مش بنشكك في القضاء. احنا مش بنشكك في القضاء، واحنا قلنا في البدايه ان القضاء بتاعنا قضاء عادل. بس احنا عايزين يبقى فيه حق. مجموعه مطلوبه القبض عليها مش موجوده، مجموعه مقبوض عليها، مجموعه اتحكم في مصر في مكان غير مكان الحدث. دي نقطه وضحت. خلينا نرجع لنقطه ايجابيه شويه في كلامنا.
ايه اللي الجاي احنا محتاجينه علشان خاطر نخرج من الازمه دي؟ يعني اكيد في حلول. احب اسمع راي حضرتك الاول كابتن مصطفى، يعني ايه اللي انت شايفه انت بتتعامل مع مع المصري تحديدا، ولا ولا خلينا الاول نتكلم عن بورسعيد تحديدا عشان تخرج من الازمه اللي هي فيها دي، النادي المصري كمان. اوكي، حضرتك عارفه انه في قرارات حصلت النادي المصري سنتين تجميد وتاسين، ما فيش لعب على الملعب. ده حصل الكلام ده مش طارق ولا؟ بس هي في طعن من النادي المصري، في طعن في طعن ولا والله استاذ كريم، انا عايز اقول لك حاجه بصفتي مصري ولاعيب كوره والحمد مصري مش منتمي للنادي المصري، مصري لا مصري يعني. مصري بحبك يا مصر بشكل عام، بموت فيك يا مصر. عايز اقول يمكن احنا عندنا شويه ظروف صعبه في مصر. الماتش ده اللي كنا بنتكلم فيه، اذا ما كانش فيه انفلات امني، اذا ما كانش فيه المواضيع اللي احنا شايفينها دي، كانش هيبقى فيه مشكله، كان يبقى متظبط. ولكن دي حالات، احنا بنعيش حاله. عايزين نكمل، وزي ما قلت لحضرتك بمنتهى الامانه والاحترام. انا كمصري زي ما قلت لكم، بس ولاعب كوره كمان، انا بقول يعني سواء ان الدوري لعب او الكاس اتوقف شويه، يلا نهدى شويه. احنا في بورسعيد القرارات احنا يعني اوكي، ما عندناش مشكله، متقبلينها، عشان احنا كمان عايزين نشوف ايه النتيجه بتاعت اللي حصل يفتري علينا ده. وانا كنت عايز اقول لك بشكل عام بقى بمنتهى الامانه، عشان نطلع بتارجت كده، نقول للناس حاجه بهدف اساسي من البرنامج، احساس للناس. اذا كان في منتخب مصر حاليا بيشتغل، اذا كان في انديه زمالك، انديه اهلي، انديه انبي بتلعب كاس افريقيا، بنحاول، ولكن ده مش الاساسي بالنسبه لنا. الاساسي دلوقتي بصراحه بمنتهى الامانه، هخرج انا من الحته دي خالص بعد اذنك. اتفضل. الاساسي مصر. يلا نظبط مصر اول، يلا ربنا يسهل علينا في مصر، نجيب ننتخب الرئيس، يلا نهدى، يلا نظبط الدنيا، الناس تعبانه. ازاي ده يترجم لافعال؟ يعني في ظل الاجواء المشحونه والناس مستنيه القضاء وناس خايفه من المحاكمات، ازاي ده يترجم لافعال؟ الناس يا كابتن طارق لازم تحصل عندها تنازلات، ده بشكل عام. مش كل واحد بوزيشن، مش كل الحياه تمشي، الناس تبقى في تنازلات مصر دي محتاجه الناس تعمل لها حاجات كتير. يعني النهارده اذا كانت انتخابات للرئاسه، كنت عايز اقول لك حاجه خطيره جدا في الانتخابات، سواء في الرئاسه او في مجلس الشعب او في مجلس الشورى او في الانديه، ومنتهى الامانه والصدق والاحترام، لو الموضوع فير، والنهارده فير الحمد لله، في ثوره وفي ثوره جميله كمان عملوها الشباب في مصر، ربنا يخليهم طبعا. عايز اقول لحضرتك انه الناس بشكل عام بتختار، اما تيجي بتختار الصح. الناس عندها وعي. صدقيني يا استاذه كريمه، صدقيني والله العظيم بحكي لك بمنتهى الامانه، اللي جاي الناس هتختار صح، هتختار رئيس صح، هتختار عضو مجلس الشعب صح، هتختار عضو اتحاد الكوره صح، هتختار رئيس اتحاد الكوره صح. انا بقول لك انا شايف النظره دي، بس هو يمكن شويه التنازلات، ونقرب المسافات ونقرب الايام، وبلاش يعني شايف ان احنا ابدا بنفسك اولا، تنازل انت فالاخر سيقدم تنازلات. يمكن حالات التقارب دي، انا عارفه ان كان في حصل تقارب بين مدن القناه، بين الانديه، نتكلم عن حاله التقارب دي، ويمكن دي اول خطوه من خطوات التنازل الفعلي. يعني اذا كانت بورسعيد طلعت بكارثه، الا ان يعني من المصائب بتاتي الفوائد في بعض الوقت، يعني فمدن القناه قربت. يعني هو احنا جاي من الاسماعيليه، سوري، جاي من الاسماعيليه على